بغيت نشارك معكم تجربتي في رفض الفيزا شنغن لعدة مرات. أقول لكم وبصحيح العبارة، الرفض ديال فيزا شنغن راه عادي جدا. ما خصكمش تيأسوا، ما خصكمش تقلقوا، ما خصكمش تحزنوا. علاش؟ حيت حنا عايشين في الحياة، والحياة كلها فرص. يعني انت او انت اللي كتسمعني في هذا الفيديو، دفعي فيزا شنغن ونسيها. ما تبقاش شاغله بالك او شاغل بالك معها. عرضوا لي عيطوني، عرضوا لي عيطوني، رفضوا لك، عاود دوسي انوفو ولا دير الطعن ديالك، عطاوها لك، سي بون، مزيانه. المهم جميع الحالات ما تشغلش نفسك او راسك فيزات شنغن. انا اللي كنهضر معكم دابا كشخص غادي نعاود لكم قصتين مع هاد رفض فيزا شنغن. اول طلب كنت دفعتو لاسبان، اوكي، كنت دفعت لاسبان 4 ديال المرات. المره الاولى عطوني موتيف 10، المره الثانيه موتيف 10، المره الثالثه موتيف 10، والمره الرابعه موتيف 10. هنا شنو درت؟ كتبت رساله للقنصل، قلت لهم انا هاد 10 شنو معناتها؟ واش كل مره عطوني 10؟ حدوا لي المشكل بالضبط باش نصلحو لا بروشين فوا. اوكي. والنوع ديال لو دوسي اللي كنت دفعت به او جي بي كانت سالاري ريسبونسابل كوميرسيال في واحد السوسيتي ديال ترونسبور، اوكي، في طنجة. كان صالير 6000 درهم، وكانوا لي بريم كيوصلوا بارفوا 9000 8500، بعض المرات 10000. اي بار لا سويت كان عندي داكشي كلشي مريقل، كانت الامور مريقله، لونسينيتي ديال 3 زون، اي فوالا. اوكي. هادي اول مره غندفع انا لاسبان. باغ لا سويت شنو داروا لي من دفعت الركور؟ واحد النهار كنعقل الجمعه عيطوا لي، الو، يعني هضروا معايا باسبانيونيه. في او ديبي قلت لهم انا راه ما كنهضرش باسبانيونيه ديك الساعات، ديك المومون كنت باقي ما قاريش اسبانيونيه باش نفهم. مي هضروا معايا بالعربيه، قالوا لي جي نهار الاثنين وجيب معاك الباسبور ديالك. فرحت، قلت الحمد لله، ماشي مشكل، نمشيو نديرو السياحة وهادي. الوغ نهار ديال الاثنين مشيت مع 10، دخلت في الباب كيقلبك السيكوريتي، كيقول لك عطيني النمرة اللي عيطت لك وداك الشيء وهادي. كت- كتحكي له، كتقول له اشنو عندي لافير اي انسي دو سويت. داكوغ. دخلت البيرو ديال لي كونسيلير، عطيتهم الباسبور ديالي، واذا بي اتفاجأ بواحد الورقة طويلة بيضاء مكتوبة فيها بالخط العريض: نؤيد القرار الأولي. قلت لهم أنا علاش جايبيني من الدار وضارب ومبطل نار الخدمة ومكرفص وما جي باش تقول بلي هاد الورقة؟ المهم جات لا ريسبونسابل اللي تما، هضرت معايا، فهمتني، قالت لي سي ان ريكور، ها لا ريبونس ديالو، ها لي ديتاي. اوكي. شنو كان المشكل في داك الموتيف 10؟ المشكل اللي كان تما هو انني انا او ديبي وديك الوقيته ما كنتش كتعطي كنت البوكين، ما كنتش انايا عندي لا كارت كيشي، ما كانتش كدوز لي زوبيراسيون ديال بوكين، كان فيها شي مشكل. وكنت مشيت لا بنك وخلوا نصلحوها، وبقات هكاك. ملي كنبغي ريزيرفي كان واحد السيد كيريزيرفي لي. داكوغ. داك السيد هذاك شنو كان كيدير لي؟ انا كنقول لكم دائما ما تثيقوش، لا كونفيونس حيدوه. داك السيد انا قالوا لي بانه الريزرفاسيون د لوطيل كتكون كتانيلا ورا 48 تور. وهذا الشيء ما عطاواليش في الرفض الاولي، عطاوني غير موتيف 10. مي درت الركور قال لك اسيدي الرفض جاك بسبب لوطيل، الحجز الفندقي كيتلغى لك ورا 48 تور. هكاك. اوكي. واخا، قلت لها مدام ميرسي بوكو، شكرا بزاف، جمعت حوايجي صافي، ما عندي ما نزيد نهضر، خرجت بحالاتي. تلاقيت مع ديك لا بيرسون ديك اللي قلت لكم انايا، حاشا ان يكون انسانا. بعض المرات ديك اللي كيكونوا قرابين ليكم هما كيضحكوا ليكم، هما كيفرنسوا، ولكن كيعطيوك الدقه.
ما عاد بالوش راه يتفرشوا امام الله امام ما لا. لقيتو قلت له فلان، قال لي نعم. قلت له واش كدير لي ريزرفاسيون د لوطيل كونفيرمي؟ قال لي وكنبقى مكارديها حتى نهار اللي كيجيك الرافد عاد قلت له شوف اخر مره تلاقى معايا وهاد النيميرو بلوكيها والله يسهل عليك. علاش وحشومه عليك؟ وانا قلت له انت كديرها اكسبري، درتيها 4 فوا والدوسي كان بيان اورغانيزي. وهل نوريك الدليل؟ قال لي وريني الدليل. جبت له ديك الورقه او تصدم ولا حمراتي كتلقى ديك الناس اللي كيولوا حمرين هما كحل مع احتراماتي. انا بدي راني اللون ديالي المهم هو اللون، يعني انا ماشي عنصري ولا شي حاجه، ولكن غير في اطار يعني التعبير. الخلق الله لا ما كنعيبوش فيها. يعني هو يعني اللون ديالو اسمر ولا حمار يعني تفونسا. اوكي. معذرة على هاد التعبير. استسمح لكم واستسمح للجميع. فقط الحرقة اللي خلتني نهضر واسحب كلامي فهاد التعبير اللي غير لائق. نكمل لكم الموضوع من بعد. عاود دوسي انوفو ودرت ريزرفاسيون ديالي. مشيت لحت الجرة في البنكة وقلت لهم ديروا لي الكارت كيشي انترناسيونال، ابليكي لي سيت كاملين بوكين وريزرفاسيون نابورت سيت. صافي اكتيفات، شديت دفعت انا بيدي قسما بالله ومن ننسى لكم حلوف. ميم با دفعت الدوسي كان عقل، كان جاتني بثلاثة عقلت اوي كان ثلاثة. دازت 15 يوم بالضبط جاني ميساج في التليفون باش نريكوبيري الباسابورت ديالي. مشيت وكل امل انني ما ناخدهاش، عاوتاني يبان لي شي موتيف اخر ولا شي مشكل. داكوغ. كانت الجمعه كان عقل. وي كانت الجمعه اللي كان باش كتعرفتي ديال الباسبور ديالي. صافي كنت طلبت لوتوريزاسيون من الخدمه انني نمشي باش نخرج. صافي ما كنتش رجعت. ديك العشيه شديت طاكسي من بوخالف حتى للسونتر د المدينه، حتى للبلاصه القديمه. الوغ دخلت، عطيتهم الباسبور يعني كتشد النوبه باش تركبيري الباسبور ديالك. وبإذا بي انا اتفاجأ بديك الورقه ما فيهاش ديك لونفولوب ما فيهاش ديك الورقه منفوخه. داك الساعه عرفت بحال اللي جاني احساس. وانا نفتح نفتح الباسبور وكنلقى فيزا فيها 15 يوم كنجر. هنا اقول لكم من هذا المنبر لا داعي للقلق ولا داعي للاستعجال، وطلقوا هاد السراح. ولا كانت نيتكم صافيه ونيتكم مزيانه ربي يعجزكم على نيتكم. اوكي. يعني الا مشيتي في الشهر ربي ياتيك بالشهر، مشيتي بالخير ياتيك بالخير. هذه اول فيزا غنشدها، هي فيزا اسبانيا. اوكي. نجيكم عاوتاني من بعد. مشيت سافرت رجعت بحالي تشيكيت كملت الخدمه. صافي درت لا ديميسيون ديالي في ديك الشركه. ما بقيتش زعما صافي كنت جات كما كيقولوا ما كيتقطع لك رزقك في واحد البلاصه صافي ما كتكملش. شنو وليت يعني شنو درت؟ كريت المقاول الذاتي او باغ لا سويت خدمت في اجونس دو فواياج. اجونس دو فواياج ماشي شنو المهمه ديالها؟ هما اخذ المواعيد، الفورمولير، الطار، الحجوزات، يعني الدراسه ديال الطلبه، التجمع العائلي. هادي كلهم خدمت في ديك لاجونس باغ لا سويت باش تعرفوا المصدر ديال هاد الخدمه اللي انا دابا ولا هاد لي سيرفيس اللي كنقدم لكم من ما جي. جلست معاهم ما تيسر و اون ميم طون حتى من دخلت مع هاد لاجونس ما دخلتش ديكلاري. دخلت بحال نقولوا جو سي با بحال ماشي كنتخلص مي ما عنديش ديكلاراسيون ديك الوقيته ديال السي ان اس اس وقيس على ذلك وراكم عارفين البلان. المهم كنا كنقربوا على شي خدمه باش نقدو لي شارج ديالنا. دائما خصكم تكونوا اكتيف. الوغ هذا ماشي الموضوع ديالنا. المقاول الذاتي خدمت بها تقريبا شي نقول شي عام و6 شهور. عام و6 شهور وديجا كانت عندي فيزا ديال اسبان. فين غندفع الوجهه الثانيه؟ دفعت لبلجيكا. بلجيكا وما ادراك ما بلجيكا.
بلجيكا دفعت الورقة ديال المقاول الذاتي، كنت كنحرك الحساب، كنلقى الحساب، جمعت الورقات كاملين من أحسن الزد. عاد جا كانت الخدمة ديالي آنذاك، يعني كنت أنا مسؤول على أنني كنمرق داكشي بسلاسة وبسهولة. جمعت الورقات كاملين، خديت الموعد ومشيت لكازا وديبوزيت الدوسي، وردوا عليا عطاوني 10 أيام. وشوفوا الفرق، إسبانيا عطاتني 15 وبلجيكا عطاتني 10 أيام. وما كنتش متوقع زعما ان بلجيكا عطاتني 10 ايام، يعني كانوا لي دوسي كيكونوا طري فور وهكاك ما كتعطيهمش. مي انا كبيرسون دفعت لهم بمقاول ذاتي وجاب الله التيسير. وهذا دليل على انك المقاول الذاتي اقول واشجع على هذه البطاقه. بالحق تكون مقننه، مخلص الضرائب ديالك، وديكلاري في سينيسيس، عندك الحسابات يعني كتدخل وكتخرج بواحد الطريقه مهنيه تجاريه احترافيه، ماشي عشوائي. داكشي دخل اليوم 100 درهم غدا 200 درهم، كتبين انك انت بحال كتلعب. يعني كتدخل واحد المبلغ محترم، كتخرج مبلغ محترم، كتخلص بها لي فري ديال مثلا مازوت كارفور، المهم بلا ما ندير اشارات. المهم كتقادو الحشيش ديالكم، لابونمون، الماء والضو، بارفوا لي غوشارج. ولكن لي غوشارج نصيحة من عندي، ما تبقاش تاكتيفي ديك لي غوشارج 10 10 10. بارفوا كيوصلني الواجب بونكير ديال الكليون، كنتصدم ديك 10 10 10 10 10 10 التوتال كامل 10. واش نتا تبقى خدام تروج على لي غوشارج؟ ايفيتيو داك لي غوشارج، لك تعديرو مرة ولا مرتين في السيمانة. ومثلا قطعوا لا سافرتو في الموي ديال ترونسبور، كاينين موي ترونسبور كيكونوا اونلاين تقدروا تقطعوا بهم. ما عندهاش اشاره بيان سيغ الشركات، لانني لست في غنى عن ذلك، ولا يهمني فقط الاشاره انكم تستافدوا من الطريقه ديال الترويج اللي كيفاش كتروج. اما ديك فيرسيل واحد فيرسيلك واحد داكشي عشوائي، ما عندها حتى شي معنى. خدموا بعقلانيه وقادوا ان سيرفيس، واحد لاكتيفيتي اللي كتعجبكم وخدموا بها، يعني تكون داكشي ريال، ماشي داكشي كيشرق وشي كيغرب. بلجيكا واسبانيا انذاك كانت كطير الفيزات، مي بور لانستون اكتيلمون حاليا دابا راه صعوبة جدا في انك تاخد. اول حاجة المواعيد غير متاحة، قليلة، يعني بحال رمشة البرق، كتغمض عينك كيطيروا. ولا نعرف السبب، لا نعرف كذلك الإجابة. إذن الناس اللي عندهم رفض كتير في فيزا شنغن وميؤوس من حالهم، لا داعي. ما تبقوش تبالغوا بزاف في داك الشيء ديال الفيزات وتعمروا راسكم بها. عندكم عمالقة، خدموا على راسكم، ديروا مستقبل ديال راسكم، قدوا اموركم. جات سيروا السياحة، ما جاتش نتوما جالسين بلادكم. السياحة الداخلية راه من اجمل السياحات، يعني السياحات من اجمل السياحة في العالم، وانه السياحة في المغرب. راه تبارك الله الاجانب كيجيو عندنا هنايا، كاينين مدن غزالين، كاينين مراكش، كاين الصحراء مرزوقة من أشهر المناطق في العالم. يعني حاولوا ديروا بروغرام ديالكم وبعدوا على ديك التفاهات. اوكي. وبالنسبة للطعن، دائما أقول وأكرر في جميع الفيديوهات ديالي، حاولوا أنكم ديروا طعن باحترافية مقنع، ماشي إنشاء أو إملاء ديال الابتدائي أو الإعدادي. أنا كذا أنا كذا، عطيه واحد الطعن اللي كيبان أنك انت راك دافع على الدوسي ديالك. للمزيد من المعلومات واي حاجه كتخص الفيزا، المرجو الاطلاع على الفيديوهات ديالي في القناه، راه مليئه بالمعلومات والاستشارات. ومن اجل اي خدمه، اقول واذكر، خدمه او استشاره، دخل عندي الواتساب، صيفط لي اوديو او ميساج واضح، وضوح الشمس في نهار جميل. اوكي. لا داعي لقوة الثرثرة وقوة الصداقات التافهة. أنا لست هنا من أجل إنشاء العلاقات الاجتماعية، أنا من أجل أقول لكم من هذا المنبر من أجل الخدمات والاستشارات. وقيل بين البلان، بين الرسالة اللي بغيت توصلكم، جو بونس راها وصلتكم. كما شفتوا هذا الفيديو تكلمت على التجربة ديالي في رفض فيزا إسبانيا، ومن بعد خديتها، كذلك خديت بلجيكا. نتمنى انكم تشتركوا في القناة، الناس جداد
وديروا لايك لهاد لا فيديو.